السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ فيديو النهاردة هنصنع فيه ترابيزة تلفزيون من خامة كونتر ميلامين. هنجمع السطح في الجوانب بالكوايل وفراشات التجميع او زوايا التجميع ايا كان نوع الزاوية، ومن تحت هنربطها بمسامير كومفورت وهنشوف شكلها لما يجي وقت التركيب. الوحدة هتكون عرض 160 والارتفاع بتاعها هيكون حوالي 55، اما بالنسبة للعمق هيكون 40 سنتي. الوحدة كلها باللون الابيض وهنعمل الظرف باللون الجري. هنحتاج قطعتين عرض 40 وطول 160 سنتي للسطح وللقاعدة، وقطعتين 30 في 40 هيكونوا الجوانب الخارجية، وقطعتين نفس العمق 40 والارتفاع 30 بس هنشيل منها في النهاية قيمة الظهر. هنعمل فريز الظهر، بعد كده نشيل الزيادات، وبعد كده هنشيل زيادة حوالي 18 مللي اللي هو سمك الضرفة. يعني الضرفة نفسها هتكون ما بين 3 فريمات زي ما هنشوفها في نهاية الفيديو. ده نوع زوايا التجميع اللي انا اشتغلت بيه للجوانب الخارجية. اما بالنسبة للجوانب اللي بنقسم بيها من الداخل فانا اشتغلت بالفراشات الاكريليك. الاتنين كويسين والاتنين هيستحملوا. ساعة التجميع جمعت مكان الاخرام بتاعة الكوايل، حطيت فيها غيرة طبيعي لان هيبقى خشب طبيعي ماسك في خشب طبيعي، والجزء الميلامين حطيت عليه اللي هو الغيرة السريع او اللاصق السريع اللي هو السوبر جلو ومعاه المثبت بتاعه. وقبل ما نرش المثبت اتأكدت ان الزاوية قايمة تمام، بعد كده ببدأ ارش المثبت. وزي ما قفلنا اول جنب هنكرر نفس الخطوات في كل الجوانب. وزي ما اتفقنا القائمين اللي في النص متخصم منهم قيمة 18 مللي من الطرف الخارجي اللي هو وش اليونت نفسها، ومن الداخل متخصم منها مكان فريز الظهر اللي هيسقط فيه الظهر نفسه. بالنسبة للفراشات الأكريليك أنا بربطها بمسامير 1.5 سنتي، أما بالنسبة للزاوية التانية التجميع البيضة دي فدي بتتربط بمسمار 2.5 سنتي لأن هي ارتفاعها 1 سنتي. نيجي للخطوة اللي بعد كده هنبدأ نسقط الظهر بتاع اليونت، والظهر هنا أنا عملته 8 مللي. وبعد كده هنحط القاعدة نفسها وهنربطها بمسامير كومفورت، والمسامير الكومفورت دي بيتخرم لها ببنطة 4 مللي. وده شكل مسمار الكومفورت. مسمار الكومفورت بيكون السمك بتاعه حوالي 4.5 مللي أو 5 مللي، وبيكون الخطوة بتاعته واسعة. طبعا ده أرفع مسمار كومفورت، في مسمار كومفورت تاني بيكون السمك بتاعه حوالي 6 مللي. وبحط سنة أمير في الخرم نفسه بتاع المسمار وأنا بربط عشان يكون قوي ومتين معايا. وحتة إن أنت تحط غيرة مع المسمار أو أمير أو سوبر جلو مع المسمار دي مش لازم تعملها، أنا عملت الخطوة دي بس كده إيه يعني زيادة تأكيد بالنسبة لي، إنما من غيرها هتبقى زي الفل ما تقلقش.
الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نثبت الرجول اللي هتشيل اليونت، وهتتثبت ب5 رجول. وطالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك، فما تنساش تدعمنا بلايك وتقولي رأيك في كومنت لان رأيك يهمني. ولو حضرتك اول مرة تشوفني على يوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طريقة الرجول دي انا شرحت قبل كده بتتعمل ازاي، هسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في الوصف. انا علمت مكان الرجول عشان ابدأ اخرم الخرام اللي هتربط منها الرجول، وهربط الرجول بمسامير 5 سنتي خطوة واسعة. وزي ما اتفقنا خشب الكونتر مش شرط يكون معاه مسمار خطوة واسعة، يعني الخطوة الضيقة هيكون كويس جدا، بس الافضل الخطوة الواسعة طبعا. طبعا الرجل انا عاملها دبل ومجمعها بمسامير 3 سنتي، يعني سمك الرجل نفسه حوالي 3.6، والارتفاع بتاعها حوالي 15 سنتي. وطبعا وانا بركب الرجل ظبطت الاتجاه ان هو يكون مخفي للمسامير، وبعد كده هحط فيها بصمات. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نركب الدرج. طبعا بنخرم للمفصلة ببنطة 35 ملي وعلى بعد 22 ملي مع سنتر البنطة، او مع طرف البنطة على بعد 5 ملي او 4 ملي بالكتير. وبالنسبة لنوع المفصلة اللي هنستخدمه هنا هو مفصلة ركبة كاملة، عشان الضرفة كلها هتكون من الداخل، وده شكلها اللي قدامكم. هنربط المفصلة بمسمار 1.5 سنتي، ونتأكد ان هي تكون عدلة واحنا بنربط المسامير. وعشان نحدد المسافة اللي هيركب عليها جسم المفصلة هننيم الضرفة بالشكل اللي قدامكم، ونقيس المسافة ما بين طرف الضرفة إلى نص الخرم بتاع جسم المفصلة. هيكون المسافة ما بينهم حوالي 5.5 سنتي. هنشد خط على 5.5 سنتي ونبدأ نربط جسم المفصلة في الشاسيه بتاع اليونت. طبعا أنا حطيت ما بين الضرفة وما بين الجنب سلخة 3 ملي عشان تديني الفرق أو الفاصل اللي بيكون ما بين الضرفة وما بين الجنب، عشان ما تحكش في بعض. وبعد كده هنبدأ نظبط الرجلاش بتاع المفصلات عشان نظبط ارتفاع الضرفة، والدخول والطلوع بتاعها يكون منضبط. بعد كده ببنطة 18 ملي معلقة هبدأ أخرم للطبلة بتاعة الضرفة. وبعد كده هنبدأ نربط الطبلة في مكانها، وبتتربط ب4 مسامير. ويفضل تكون مسامير الراس بتاعتها رفيعة عشان يكون شكلها كويس، يعني ما نركبش المسامير المعتاد نركبها، لا هنركب مسامير مختلفة شوية. بعد كده هحط لون على اللسان بتاع الطبلة بحيث ان هو ينقل لي العلام في السطح بتاع اليونت. وبعد كده هبدأ اعمل المجرى او الخرام اللي هيخش فيها اللسان نفسه، بيعمل زي فريز كده صغير. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نركب المقبض، وانا صنعته من خشب ابيض عشان يكون شكله متناسق مع الوان اليونت. وبعد كده بلزقه بالامير مؤقتا وبوسطنه كويس جدا، وهربطه من الداخل بمسامير 3 سنتي. وطبعا بنخوش لراس المسمار عشان ما يبانش. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. وده شكل اليونت وهي عند العميل. إن شاء الله نتقابل في الفيديوهات الجاية على خير. سلام.